أهلاً بيك في بوصلة من كنز، منصة إدارة مشروعك على كنز. في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي تظبط المنتجات بتاعتك على بوصلة بكل سهولة. أول ما تدخل على بوصلة هتلاقي من القائمة اللي في جنب مكان اسمه المنتجات. المكان ده متقسم لكذا حاجة. منتجات في مخزنك، دي المنتجات اللي أنت بتشحنها بنفسك. منتجات في مخزن كنز، ودي اللي كنز بتشحنها بدالك. منتجات ظاهرة، ودول اللي باينين على كنز وباينين للعملاء بتوعك. منتجات مش ظاهرة، يعني انت قافلها. منتجات فيها مشاكل، محتاجة تعديل أو مرفوضة. لو ظهر لك على منتج إنه مرفوض، ابعت لفريق الدعم على الميل وهنوضح لك السبب على طول. منتجات شغالة جامد، أسعارها حلوة جدا وبتبيع كويس. منتجات أسعارها مش تمام، وعشان نختصر عليك كل علامة من دول بتشرح حالة المنتج. عدد القطع المتاحة، هنا بتشوف عدد القطع الموجودة من كل منتج عندك. القطع المحجوزة يعني طلبت بس لسه ما اتأكدتش. سعر السوق، ده السعر الأصلي من غير خصومات. سعر المنتج لما العميل يشتريه لوحده أو مع حبايبه، ودي خاصية ما بقتش موجودة. ولو عايز تعدل على منتج معين تقدر من إجراءات تعمل تعديل سريع للكمية أو السعر، وبعدين تدوس حفظ علشان التعديلات تتسجل. وكمان لو دوست على لينك أي منتج هتروح على صفحته على كنز، وهناك هتشوف سعر السوق والسعر اللي بيتباع بيه دلوقتي. ومن إجراءات تقدر تقفل المنتجات مؤقتاً لو عندك جرد أو في أجازة، أو تفتحها تاني عشان تظهر للعميل. وكمان تقدر تستخدم الفلاتر علشان توصل بسرعة لأي مجموعة معينة من المنتجات. طيب لو عايز تعدل على كذا منتج مرة واحدة، بكل سهولة تقدر تنزل ملف إكسل بكل منتجاتك من زرار إجراءات، وتعمل تعديلات عليه وترفعه تاني.